باشمهندس، يا محمد ايه الاسمنت اللي محطوط في الحيطه ده فوق؟ ده اه بص، ده حمام احنا لسه ما بدأناش فيه شغل، يعني ما بدأناش فيه شغل المحاره. فانا لما ببقى هبدأ في مكان لسه ما بدأتش فيه شغل المحاره، فببقى محتاج احدد المناسيب بتاعتي على الحيطه اللي هبدأ اسس عليها الايه، السباكه والكهرباء، علشان لما اجي بعد كده وابدا اعمل البند المحاره ما الاقيش ان انا عندي مشاكل، سواء ان انا العلب اللي محطوطه غطسه لجوه بارزه لبره او الكلام ده كله، او ان انا اعمل وصلات او اعمل قواطيع في الحيطه والكلام ده. فبالتالي ببدا احط حاجه اسمها بؤج، هي دي اسمها بؤجه. فانا بعمل بؤجه وبؤجه 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 مثلا. حلو. البؤج دي هدفها الاساسي تحديد المستوى، ان انا بحدد المستوى، عرفت المكان بتاعي اللي السباك هيشتغل عليه او الكهربائي هيشتغل عليه. اجي بعد كده احط المحاره بتاعتي، المحاره بتاعتي هتقفل نضيف، هتقفل نضيف على الايه، مع العلاقات دي كلها. دي بس مجرد طبه للامان ليس الا، عشان احافظ على الايه، على الوصله بتاعتي اللي تحت دي من غير مشاكل. بس كده. طيب هو ليه موجود على ارتفاعين مختلفين؟ انا ملاحظ فيه فوق وفيه تحت في اكتر من مكان. بص هقول لك برضو، موضوع الارتفاعات ده ليه كذا سبب. اول سبب ان انا ببقى محتاج البؤج دي تتحط في اماكن السباك وهو شغال ما يحتكش بيها، لا يكسرها ولا يعمل فيها حاجه، فبحتاج احط له تحت منسوب تاسيس الايه، السباكه. دي اول نقطه. النقطه الثانيه ان انا لما باجي احدد حاجه شبه كده هستخدمها كمنسوب، المنسوب ما بيتحددش بنقطه، بيتحدد بالنسبه لي في الحاجات المسطحه باقل حاجه نقطتين. لان انا لو جيت مثلا شديت حبل من هنا نزلت بيه لتحت وما عنديش النقطه دي، الحبل ده يدخل لجوه هيطلع لبره، فبالتالي هتبقى النتيجه بتاعت السطح مش عادل. على خلاف لما يبقى في نقطتين ابقى متاكد 100% ان السطح بتاعي عادل. شكرا يا باشمهندس. شكرا ليك.